اصحى معايا للكلام ده لكل طالب داخل أولى ثانوي جديد، البكالوريا ولا الثانوية العامة العادية؟ اعرف عشان ما تندمش تاني. التعليم بيعلن من له الحق بالالتحاق بكليات الحاسبات والذكاء الاصطناعي في نظام البكالوريا الجديد. اللي حصل دلوقتي في التعليم مش أي كلام، دي أخبار هتغير خريطة التعليم في مصر وتحدد مين اللي يقدر يدخل كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي. وقبل ما اقول لك المعلومات دي ما تنساش تعمل لايك وشير للفيديو وتتابع صفحتنا عشان يوصلك كل الاخبار الجديده. المعلومه الاولى، مين اللي ليه الحق يدخل الكليات دي؟ وزاره التربيه والتعليم اعلنت رسميا ان كليه الحاسبات والمعلومات وكليه الذكاء الاصطناعي محجوزه بس لطلاب شعبه علم رياضه في الثانويه العامه القديمه، وكمان لطلاب مسار الهندسه وعلوم الحاسب في البكالوريا الدوليه. يعني لو انت علم علوم او مسار طب للاسف مش هتقدر تقدم لهذه الكليات، وده القرار بينطبق بس على طلاب الصف الاول الثانوي اللي داخلين دلوقتي، مش على اللي بيدرسوا قبل كده. السر الثاني، البكالوريا المصريه مش صعبه زي ما الناس فاكره. وزير التعليم كشف ان منهج البكالوريا المصريه مختلف عن الثانويه العامه بنسبه 20% بس، خصوصا في المواد المتخصصه للصف الثالث الثانوي، وان نظام الامتحانات واحد في الاثنين. يعني الفكره مش تعقيد أو صعوبة، لكن تركيز على محتوى أكثر عمقا في بعض المواد، وده معناه إن الطالب ممكن يكون مستعد كويس للجامعة وفي نفس الوقت ما يحسش بتقل زيادة. ثالث معلومة أو ثالث سر في الموضوع ده، مستقبل التنسيق والفرص الجامعية. التغييرات دي هتأثر بشكل كبير على التنسيق الجامعي سنة 2025، وخصوصا للكليات التكنولوجية زي الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي. الحكومة عايزة تركز على الطلاب المتخصصين في مجالات البرمجة والتكنولوجيا والتحول الرقمي عشان يلحقوا سوق العمل ويكونوا جاهزين لأي تحدي مستقبلي. ده غير إن الكتب الدراسية هتكون متاحة على المنصة الإلكترونية من 5 لحد 10 سبتمبر، والرقابة على الحضور والواجبات هتبقى صارمة، وكمان وحدة الجودة والقياس هتلعب دور كبير في تقييم الطلاب. اللي يهمنا دلوقتي كطلاب وأولياء أمور إننا نعرف إن الشهادة الجديدة هتقدم بالتوازي مع الثانوية العامة والمستوى المتقدم، مش مادة أصعب، ده محتوى مركز أكتر. يعني لو استغلت الفرصة صح هتكون جاهز لأي جامعة أو مجال عمل في المستقبل. وفي الآخر لو عايزين تعرفوا كل جديد عن نظام البكالوريا المصرية أو مواعيد التقديم وأخبار الكليات، اعملوا لايك واشتراك في الصفحة وفعلوا الاشتراك عشان توصلكم كل التفاصيل أول بأول وما يفوتكمش أي خبر مهم.